تعالوا بقى هاقول لكم على 5 حاجات بسيطة جدًا، وقت الغضب وزوجِك في عِز غضبه أو حبيبِك في عِز غضبه ما يبقى مُثار ومش طايق الدنيا، تعالي أمّا أقول لِك تقولي له إيه، 5 حاجات هيهدّوه بشدة، اسمعي اللي بيحصل ما حدش هيصدّق. أول حاجة، اهدى بس شوية لا يطق لك عرق، وهنا بتكوني بتعرّفيه إن أنتِ قد إيه خايفة على صحته وخايفة على عروقه وشرايينه اللي بيجري فيها الدم، فبالتالي أنتِ مش عايزة تخسري زوجِك أو حبيبِك العزيز، فهنا بيكون تهدئة للأعصاب. تاني حاجة تقولي له هي الحالة جات والّا إيه؟ وهنا بتحسّسيه قد إيه إن أنتِ متابعة حالته باستمرار وخايفة على مشاعره باستمرار، فبتفكّريه من فترة للتانية الحالة الجنونية اللي بتيجي له ميعادها دلوقتي، فأنتِ كده بتحتويه بشكل عام. رقم 3، طَب روح اتعالج طيب. وهنا بتفكّريه بمرحلة العلاج المهمة والخطرة اللي هو داخل عليها من كتر ما ضغطه العصبي طلع بسبب تصرفاتِك وأفعالِك وبعصبيتِك اللي عملتيها له، فهنا هيحس قد إيه أنتِ خايفة عليه وبتوجّهيه للدكاترة والمستشفيات والعيادات وبتفكّريه إن ميعاد العلاج جِه. رابع حاجة، أنا دعيت لك ربنا يشفيك، علشان حالتك بقت صعبة جدًا، بجد ربنا يشفيك، وهنا بتحسسيه قد إيه أنتِ منتظمة على الدعوات، وبتفتكريه في وقت صلاتِك، وفي وقت خلوتِك مع ربنا، وبتدعي له بالشفاء العاجل، وكده هيحس إن أنتِ قد إيه بتحبيه، وقد إيه أنتِ فعلًا متمسكة بيه، وعمرِك ما هتتخلي عنه حتى في عز مرضه. الجو ده تعمله على الأشكال اللي أنت تعرفها، مش معايا أنا خالص، وهنا بتحسّسيه قد إيه إن أنتِ مترابطة معاه وعارفة كل الناس اللي في حياته وعارفة علاقاته السابقة ومتطمنة ومؤمنة بيها جدًا وأنتِ أكبر داعمة ليه، فبالتالي من فترة للتانية أنتِ بتفكّريه بالأشكال اللي يعرفها، فبالتالي أنتِ هتبقي زي الأم حنونة، عطوفة، جميلة. أتمنى تكون ال5 جُمل دي لبانة في بُقِّك الفترة الجاية وتتعاملي بيها. كنت معاكم أنا داليا ناصر، تحياتي.